مساء الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هعمل معاكم الفوليه. شايفين ما شاء الله، بعملها بطريقه حلوه قوي مميزه، عايزاكم تجربوها وتقولي لي ايه رايكم. عملتها قبل كده وناس كتير طلبوها مني. حطوا اللايك والاشتراك واعملوا متابعه. ربع كيلو من الفوليه، ده ربع كيلو. بسخن له ميه سخنه، انضيف الميه المغليه واغطيه بالغطا. هنا الفول بعد ما اتنقع ساعتين كاملين هشطفه كويس لحد ما اخلي الميه بتاعته بيضه زي الفل. وهنا فضلت اغسل في الفول لحد ما ميته بقت بيضه. علشان ما اطولش عليكم حطيت هنا بصلايه كبيره ومعلقه سمنه ومعلقه زيت وقليت البصلايه. معايا كيلو من الطماطم هخلطه كويس. اول ما الاقي البصله خدت اللون الاصفر هحط كيلو من الطماطم. ملح حسب الاحتياج، ربع معلقه من فلفل اسمر، معلقه كمون كبيره. طبعا في بقوليات لازم نحط كمون، انتوا عارفين البقوليات بتعمل انتفاخ، فمعلقه الكمون دي بتظبط الدنيا. حته صغيره من هريسه الشطه، مش بكتر علشان ماما سوسو. حته صغيره من الثوم. اول ما الاقيها تبتدي تغلي هحط الفول. هنا اول ما خد غلوتين هنزل بالفول. بسم الله. هقلبه واسيبه لحد ما الفوله تستوي. هحط نص كوبايه من الرز، وكل 5 دقايق هقلبه لحد ما الرز يستوي. ولو عايزه كوبايه ميه هحط لها. خلاص كده بقت ما شاء الله جاهزه معايا. هعمل جنبيها بتنجان مخلل. خلاص كده خلصنا الغدا وعملت الفوليه. شايفين بسم الله ما شاء الله جميله، والكاميرا ظلموها كمان، بس بصراحه طعمها حلو. البتنجان بسلقه وبعمل له يعني تومه بالخل بالليمون والكمون، وبتكون حلوه قوي. تعالوا اتفضلوا اتغدوا معانا.